يا صباح الفل والياسمين على احلى واغلى اخوات، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ربنا يجعل يومكم مليان بالبركه يا رب، اللهم امين، ويجعل صباحكم ابيض زي قلوبكم ان شاء الله. النهارده معانا كده وصفه حلوه جدا، ما ينفعش يعدي الشتاء غير لما نعملها النهارده. قبل اي حاجه قبل ما ندخل في تفاصيل الوصفه بتاعي النهارده، كلنا نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده معانا هنعمل النهارده مع بعض حمص الشام بطريقة العربيات، واحسن وبتحدى بيها اي حد. طريقة لو انتي اول مرة تعمليها، اول مرة تدخلي المطبخ، اول مرة هتجربيها، ان شاء الله تنجح معاكي من اول مرة. هي مش محتاجة بس غير نفسك الحلو ودعواتك ان ربنا يحسن دايما بين ايديك يا رب. وبس كده هتلاقي الدنيا معاكي زي الفل، وتلاقي البيت كله بيشكرك عليها ان شاء الله. اول حاجه طبعا في الخطوات بتاعتنا، انا جبت نص كيلو من الحمص، واول حاجه عملتها اني نقيته كويس جدا. وبعد قبل ما انقيه طبعا بجيب الحبايه الوسط، مش الحبايه الكبيره، يستحسن يعني ان الحبايه بتاعتك تبقى الوسط، بلاش الحبايه الكبيره قوي، تمام؟ اللي احنا بنجيبها مع الترمس الكبيره، لا خليكي انتي في الصغيره. هتنفعك جدا. المهم بقى هغسله كويس جدا بعد ما انقيه، واطلع منه اي حاجه متكسره، اي حاجه مش كويسه هشيلها منه طبعا. وبعد كده هنقعه من 5 ساعات ل10 ساعات. مهم جدا موجة النقع ديت، هتفرق معاكي جدا، مش هياخد منك اي وقت في سوا خالص، وهيديكي نتيجه كويسه جدا، وهتدعيلي ان شاء الله لو جربتيها يعني. ده كان شكله بعد 10 دقايق، وطبعا شفتوا شكله قبل 5 دقايق كان عامل ازاي. بتضاعف حجمه، بتضاعف، وكمان الكمية، بحس ان الكمية بتزيد. بس كده عدى 10 دقايق، هبدأ اغسله كويس جدا، وبعد كده هزود له مية نظيفة، وارفعه على حلة على النار من غير اي اضافات خالص. هسيبه يغلي. ومهم جدا طول ما هو بيغلي او بيتسلق انك تنضفيه اول باول. تنضفيه ازاي بقى؟ انك تشيلي اي رواسب، اي شوائب هتطلع على وش الميه، سواء رغاوي، ميه بيضة، ريمة بيضة، اي حاجة. مهم جدا انك تتخلصي من الحاجات ديت اول باول. ليه؟ لان احنا عايزين المية بتاع السلق بتاعته، لان السر كله هيبقى في المية بتاعته، تمام؟ بعد كده هنحاول نخليه زي ما انتم شايفين كده، المية بتاعته تبقى رايقة خالص ونضيف جدا. بس كده بعد كده بعد 25 دقيقة ان شاء الله ده بيكون شكله، تبقى الحباية اصلا معاكي مش مستحملة الشوكة اساسا، استوت بنسبة 100% ان شاء الله يعني. بعد كده هطلعها من الحله اصفيها، وبعد ما هصفيه هسيبه في جنب كده، واسيب الميه بتاعته عليهم بقى حبتين طماطم ضربتهم في الخلاط وصفيتهم كويس جدا. ومهم جدا ان انا نصفيهم عليهم فصين توم مهروسين او مبشورين او مدقوقين، المهم ان هما ما يبانوش خالص. بعد كده هجيب البهارات بتاعتي اللي هي عباره عن توم باودر، بصل باودر، معلقه كمون، ملح حسب الرغبه، جنزبيل، بابريكا. البابريكا بتعزز اللون وبتديني اللون اللي احنا بنشوفه على العربيات، واللون الاحمر الحلو ده. هقلبها في الميه بتاع السلق كويس جدا، واسيبها لحد ما تاخد غلوتين. وبعد ما تغلي غلوتين ان شاء الله هنبدا ننزل بالحمص اللي احنا طلعناه من شويه فيها تاني، ويرجع ياخد معاهم غلوتين. وبعد كده بنطفي عليه، وكده يبقى جاهز معانا للتقديم على طول. بس قبل ما نقدمه هنعمل مع بعض خطوة حلوة جدا، واللي هي الدقة بتاع الشطة. ودي مهمة جدا، هي اساس الكوباية اصلا، بتاع حمص الشام، اساس الوصفة بتاع النهاردة. فده كان شكله خلاص، هنطفي عليه بقى وهنسيبه. طبعا الكمية بترجع ليكي، عايزة تكتري، عايزة تقللي، عايزة تزودي براحتك، دي حاجة بترجع ليكي انتي. هنعمل بقى هنا بقى الدقة بتاع الشطة. هنجيب معلقة شطة حلوين كده، عليهم معلقتين بابريكا عشان نعزز اللون طبعا. آه اللهم صل على النبي. هنجيب عليهم كبشتين من الشوربة اللي احنا عملناها، وهنقلبهم فيها كويس جدا لحد ما تختفي معانا معالم الشطة ومعالم البابريكا كويس جدا. اول ما يختفوا تبقى كده الشطه بتاعتي جاهزه معايا، والدنيا زي الفل ان شاء الله. بليكي في الشطه، كتري شطه، ملكيش خلي الشطه مظبوطه، معلقتين حلوين قوي كفايه قوي. انت بقى بتحبي الحاجه سبايسي قوي، كتري شطه زي ما انت عايزه، دي بترجع ليكي طبعا الشطه والملح على حسب رغبتك انت، تمام؟ هنقلب لحد ما تختفي معانا كل حاجه، والبهارات والشط البابريكا والشطه راحوا خالص ما بقوش باينين. بعد كده هجيب الكاسات بتاعتي او الكوبايات او ايا كان الحاجه اللي هقدم فيها حمص الشام معاكم. طبعا معانا ليمون، والليمون ده يفضل ساعه التقديم فقط، ما ينفعش يعني احطه بعد كده اقدمه، لا، حسب رغبه اللي هيشرب، ولازم هو بيشرب يعصر الليمونه. قبل كده لو حطيتيها وركنتيه شويه هيمرر معاكي ويبقى يضيع كل حاجه. بعد كده بقى احط في كل كوبايه من تحت كده معلقتين حلوين كده من الشطه، يعني في الارضيه معلقتين شطه. وبعد كده هنزل بالحمص بتاعنا عادي جدا، شويه حمص على شويه شوربه من اللي احنا عملناها.
وبس كده، بألف هنا وألف شفا، بيكون جاهز معاكي على الاكل على طول. وليمون بقى للتزيين بقى، وليمون للعصر، وحاجه كده ما شاء الله اللهم بارك، حاجه سهله بسيطه مش مكلفه، مش هتكلفك اي حاجه خالص غير نص كيلو حمص. ولو انتي اول مره تعمليه زي ما قلتلك، هتطلعي من المطبخ وانتي منصوره، انتصرتي انك من اول تجربه هتنجح معاكي ان شاء الله. وبكده بيكون خلص الفيديو بتاع النهارده، وكمان خلصت وصفه النهارده. ايه رايكم فيها؟ ولو انتوا بتعملوه بنفس طريقتي عرفوني في الكومنتات، ولو انتوا اول مره تعرفوا الطريقه برضو عرفوني. ولو انتوا عايزين تعرفوا وصفه معينه او حاجه معينه، هستنى رايكم في الكومنتات. متنسوش تدعولي بصلاح الحال، ربنا يصلح حالي وحالكم يا رب اللهم امين. واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. بحبكم في الله يا احلى واجمل اخوات، مع السلامه.